المشاهدون الأكارم، مسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا، أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة للعمل الجاد في عملية تجميع القرى بمنطقة الشعب. سمينار صحي لأعضاء مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر. الإريتريون في جنوب السودان وقطر ينظمون أنشطة دبلوماسية. معطى رئيس أركان الجيش في تايوان بعد تحطم مروحيته العسكرية. ومعطى 16 سجنا في أعمال شغب داخل سجن في المكسيك. حرائق أستراليا تستعر والجيش يساعد في عمليات الإجلاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدمت دعوة للدفع بقوى لتجميع القرى في مدينة شعب بإقليم شمال البحر الأحمر من أجل إنجاح وفعالية الجهود الجارية لإرسال الخدمات الاجتماعية واستقرار المواطنين والتخلص من حياة الترحال. وقدم مدير المديرية سيد أبو بكر إبراهيم في الاجتماع المنعقد في 30 من ديسمبر المنصرم تقريرا مفصلا أوضح فيه سريان العمل لصيانة الآبار التي كانت تعمل بالطاقة الشمسية في كافة الضواحي ولا زالت متوقفة عن العمل في الوقت الحالي بمختلف الأسباب. وذكر عدم تكافؤ المشاركة في مائدة التعليم الأكاديمي مع الرغبة والهدف المنشود نتيجة لحياة الترحال، وعلى مدراء الضواحي القيام بالعمل القوي للحد من زواج القاصرات لإنجاح المهام كما ينبغي. وأشار السيد أبو بكر إلى تنفيذ أنشطة نفير فعالة في القطاع الزراعي كصيانة الحواجز المائية في الحقول وبناء أكثر من 9,000 متر من الحواجز المائية في مناطق قدقد ومنشب ووقيرة وتيلوك وقعنب. وبفضل الخريف الطيب بلغت مزارع الذرة التي زرعت في مساحة 5,000 هكتار والذرة الشامية في 280 هكتار والدقن في 250 هكتار إلى مرحلة الحصاد. كما قدمت توضيحات مفصلة حول التحديات التي يشهدها قطاع المواصلات والاتصالات والبرامج المستقبلية. من جهتهم ناشد المشاركون لتعزيز دور مدراء الضواحي للحد من حياة الترحال التي تعتمد في الأساس على الوعي هذا. ويقطن مديرية الشعب 34,000 نسمة، حيث يزاول 90% حرفة الزراعة و7% الرعي و3% التجارة. نظمت وزارة الصحة سيمينار لأعضاء مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر ومسؤولي المؤسسات الحكومية حول مكافحة الأمراض المعدية. وقدم مسؤول مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتورة رؤية برهانة في السيمينار الذي عقده في عصب، قدم شرحا موسعا عن أمراض الأيدز والسل واليرقان والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية. وقال أن الوعي الكبير بالأمراض المعدية وخاصة مرض الأيدز أدى لانخفاض ظاهرة الأمراض في الإقليم، داعيا لتعزيز مساهمة المجلس والمؤسسات الحكومية لمزيد من الإنجازات. وأشار أيضا إلى وضع برنامج هذا العام للتركيز على مرض اليرقان لكونه من الأمراض المعدية الخطيرة. يقوم الإريتريون المقيمون في دول المهجر بأنشطة دبلوماسية شعبية وتوعية لإنجاح البرامج الوطنية التي تشهدها البلاد في مختلف المناحي والمجالات. وفي هذا الإطار قام الإريتريون في دولتي جنوب السودان وقطر بمختلف المناشط. التفاصيل في سياق التقرير التالي. نظم الإريتريون المقيمون في جوبا جمهورية جنوب السودان والدوحة القطرية أنشطة دبلوماسية شعبية. ووفق المعلومات الواردة، عقدت السفارة الإريترية في جمهورية جنوب السودان والجالية الإريترية في جوبا وضواحيها فضلا عن لجنة إدارة الإعمار لقاء في 22 من ديسمبر 2019 لحوالي 150 من الآباء لبحث فرص التعليم للأطفال الإريتريين المتزايدة أعدادهم. وفي الاجتماع الذي عقد في قاعة الصمود بالسفارة الإريترية في جمهورية
جمهورية جنوب السودان، وحسب الجدول الموضوع للتنفيذ خلال 2020 توصل الجميع إلى تفاهم لإنشاء خدمات حضانة ل 76 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات و16 طفلا ما فوق 6 سنة في الفصل الأول. وكونت لجنة آباء من 10 أعضاء تعمل بالتنسيق مع السفارة ولجنة إدارة الإعمار لمتابعة هذا العمل. وألقى سفير إريتريا في جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس ميكيل كلمة أوضح فيها أن الجهود الجارية لاستفادة الأطفال الإريتريين في جوبا وضواحيها من فرص التعليم تعتبر جزء من سياسة الحكومة الإريترية الموجهة لحصول كافة الأطفال الإريتريين على الخدمات التعليمية. في غضون ذلك احتفلت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع قطر في 27 من ديسمبر المنصرم بالذكرى 40 لتأسيس اتحاد المرأة الإريترية تحت شعار النضال حتى الانتصار الكامل. وفي الاحتفال الذي شارك فيه أعضاء السفارة الإريترية في الدوحة والاتحادات الوطنية وغيرها المشاركة في الاحتفال، قدمت رئيسة الفرع السيدة جميلة عثمان توضيحا مفصلا حول دور المرأة الإريترية لنيل الحرية وحماية السيادة الوطنية وإعادة الإعمار من جهة، ومن جهة أخرى إسهامات ومهام المرأة الإريترية المقيمة في المهجر. من جهته قال سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم إن المرأة الإريترية دفعت الغال والنفيس بالوقوف إلى جانب أخيها الرجل وصنعت إعجازات بطولية، وشدد بأنه يجب العمل في هذا الجانب لتوريثه للأجيال المتعاقبة. كما ألقى ممثل الجاليات والقوى الوطنية كلمات تضامنية. وجهت الدعوة لسكان ضاحية لحازم بمدينة فورو للتجمع قراهم لرفع مشاركة الطلاب في التعليم. وأوضح مدير مدرسة لحازم الابتدائية والمتوسطة الأستاذ محمد علي نوري لوكالة إرينا تنامي الوعي التعليمي، مشددا على ضرورة تجميع القرى في مكان وسط لرفع المشاركة في التعليم الأكاديمي، ودعا الجهات المختصة لحل نقص الفصول الدراسية التي حدثت بعد ارتقاء المدرسة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة. وتقدم مدرسة لحازم الابتدائية والمتوسطة التعليم هذه السنة الدراسية لحوالي 300 طالب وطالبة. عقدت سيمينارات تنويرية بالقانون في مديريتي قلوج ومنصورة بإقليم القشبركة. وأكد قائد مركز شرطة مديرية قلوج النقيب قرماي فسحسين في السيمينار الذي عقده لأكثر من 4000 من السكان على الدور الهام للمواطن بهدف الحد من الجريمة والمخالفات القانونية إدراكا لأضرارها على الأرواح والممتلكات. وأشار إلى انخفاض الجرائم والمخالفات عام 2019 بنسبة 20% مقارنة مع العام السابق. من جانبه أوضح قائد شرطة مديرية منصورة الملازم تخل مريم تكي في السيمينار الذي عقده للطلاب أهمية وعي المجتمع عامة وطلاب الشباب خاصة لمكافحة الجريمة، داعيا الأسر لتوجيه أبنائها ومتابعتهم. وحث قادة الشرطة الشباب للتحلي بقيم المجتمع وضمان أمن وسلامة محيطهم. أعلنت 19 قرية في مديريتي صرونا وميعين إصحاح بيئتهما، وتوجد 16 قرية من هذه القرى التي أعلنت نظافة بيئتها في مديرية صرونا و3 قرية في مديرية ميعين. وقدمت في المناسبة الدعوات للحفاظ على المكتسبات الصحية والدفع بها قدما. من جهة أخرى قام أكثر من 3000 مواطن من 13 ضاحية بمديرية لوغو عنسبة لنفير نظافة يومي 27 و 28 من ديسمبر المنصرم. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. أفادت وزارة الدفاع في تايوان بمعتل رئيس أركان الجيش و7 من كبار العسكريين في حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة جبلية. وكان رئيس أركان الجيش شين بي مينغ و12 شخصا آخرون يستقلون طائرة عسكرية من طراز بلاك هوك حينما اضطروا للهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من العاصمة تايبيه. وكان الجنرال شين بي مينغ في طريقه لتفقد قاعدة للجيش في شمال شرق تايوان حين وقع الحادث.
وأرسلت القوات الجوية التايوانية مروحتين من طراز بلاك هوك ونحو 80 جنديا إلى مكان الحادث بالقرب من منطقة تونغو كربك في ولاي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية. وعلقت الرئيسة التايوانية ساي إنغ وون التي تخوض سباق الانتخابات الرئاسية المزمعة في 11 من يناير أنشطة حملتها الانتخابية ل3 أيام إثر الحادث. قتل 16 سجينا في أعمال شغب وقعت عشية رأس السنة في سجن بولاية زاكانيكاس في وسط المكسيك وفق ما أعلنت السلطات. وأفادت وزارة الأمن العام بأن السجناء خاضوا قتالا فيما بينهم استخدموا فيه مسدسات وسكاكين تم ضبطها بعد انتهاء أعمال الشغب. ولاحقا اعتقلت السلطات سجينا بحوزته سلاحا ناريا، كما عثر على 3 مسدسات أخرى وسكاكين يعتقد أنها استخدمت في القتال بحسب بيان الوزارة الذي أكد أن الوضع في السجن أصبح تحت السيطرة. ولفتت الوزارة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا وتعمل على تحديد هويات القتلى. ويعتبر مراقبون أن الاضطرابات المتكررة في السجون المكسيكية سببها اكتظاظ السجون ووجود عصابات للجريمة المنتظمة. وأسفرت أعمال شغب وقعت في سجن في ولاية موريلوس في أكتوبر عن 6 قتلى بينهم زعيم كارتيل لتهريب المخدرات يتمتع بنفوذ قوي. بات الإضراب احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أطول إضراب متواصل في وسائل النقل منذ 30 عاما في البلاد في غياب أفق لإيجاد حل للأزمة. وتترجم المعارضة التي بدأت في 5 من ديسمبر ضد مشروع الحكومة لاعتماد نظام شامل للتقاعد يقوم على أساس نقاط بإضرابه يشل بشكل رئيسي القطارات في جميع أنحاء فرنسا ووسائل النقل العام في باريس. وبلغ الإضراب الخميس يومه 29 ليصبح الأطول في تاريخ الهيئة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، متخطبا في مدته إضراب 1986 و 1987، كما أنه أطول من إضراب عام 1995 ضد مشروع إصلاح لنظام تقاعد موظفي الدولة قامت الحكومة بسجنه في سحبه في نهاية المطاف. هكذا مشاهدينا الأكارم انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.